باتريس موتسيبي. اتولد موتسيبي في جنوب أفريقيا سنة 1962 لأب صاحب محل خمور وأم ربة منزل. هو أب ل3 أبناء، عنده 62 سنة وحاصل على ليسانس حقوق وماجستير في القانون. بداية دخوله العالم المليارات كان سنة 1994 لما اشترى منجم منخفض الإنتاج، وتحول المنجم على إيده لواحد من أكبر مصادر الذهب الخام في جنوب أفريقيا. بعدها بقى من أكبر المستثمرين في التعدين. أسس شركة أفريكان رينبو، أكبر شركات التعدين في جنوب أفريقيا، وبيمتلك مجموعة ضخمة من أسهم شركة هارموني العالمية، وكمان هو مديرها التنفيذي. في 2003 أنشأ فريق ماميلودي لكرة القدم في جنوب أفريقيا. هو 9 أغنى رجال أفريقيا، ووصلت ثروته ل 2 مليار و900 مليون دولار. نجيب ساويرس 69 سنة، من مواليد محافظة سوهاج في صعيد مصر. غالبا لو انت مصري او عربي هتكون عارف، لان بالرغم من انه مش اغنى واحد في القايمة، بس كتر اهتمامه بالانشطة الفنية وظهوره الدائم في مهرجانات الفنية خلاه وجه معروف للاغلبية. ده كمان اسس مهرجان سينمائي هو الراعي الرسمي ليه، وهو مهرجان الجونة. حسابه على موقع اكس داخل في 10 مليون متابع. اما مصدر ثروته بقى فهو ابن رجل الاعمال المصري أنسي ساويرس، مؤسس مجموعة اوراسكوم القابضة للاستثمار، اللي ببساطة كده تقدر تقول بتشتغل في كل حاجة، اهمها المقاولات. قدرت مجلة فوربس ثروة نجيب ب4 مليار دولار، ترتيبه ال577 في قائمة أغنياء العالم، والثامن على مستوى أفريقيا. الجزائري أسعد ربراب وعيلته. أسعد ربراب هو مستثمر ورجل أعمال جزائري، اتولد سنة 1944. هو رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية، وتعتبر المجموعة من أكبر الشركات الخاصة في الجزائر. بيشتغل في شركاته آلاف الموظفين في مختلف القطاعات زي صناعة الصلب والأغذية والزراعة والإلكترونيات. عنده 79 سنة، وبتقدر ثروته ب5 مليار و100 مليون دولار أمريكي، وهو 7 أغنى رجل في أفريقيا. أما النيجيري مايكا أدونجا هو رجل أعمال وملياردير نيجيري، وتاني أغنى شخص في نيجيريا. بيمتلك أدونجا شركة جلوباكوم، وهي تاني أكبر مشغل للاتصالات في نيجيريا، وليها فروع كمان في غانا وفي بنين. كمان بيمتلك حصص في بنك إيكوتوريال تراست بانك وشركة التنقيب عن النفط كون أويل. عنده 70 سنة، وقدرت فوربس قيمة ثروته ب6 مليار و700 مليون دولار أمريكي. عبد الصمد ربيعو رجل أعمال وملياردير نيجيري، عنده 63 سنة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة BUA، وهي شركة نيجيرية مجالها في التصنيع والبنية التحتية والزراعة. هو كمان رئيس مجلس إدارة البنك النيجيري للصناعة. كمان والده خليفة ربيعو من أوائل الصناعيين في نيجيريا من السبعينات والثمانينات. ذكرت مجلة فوربس إن ربيعو في أواخر 2023 وصلت ثروته ل7 مليار دولار أمريكي، وبكده يكون 5 أغنى رجل في أفريقيا. ناصف ساويرس مش بس رابع أغنى راجل في أفريقيا، لا ده كمان أغنى رجل أعمال مصري. ناصف ساويرس 62 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة، وابن رجل الأعمال المصري أنسي ساويرس، رئيس ومؤسس مجموعة أوراسكوم للإنشاءات، وكمان الأخ الأصغر لنجيب ساويرس اللي اتكلمنا عليه في أول الفيديو. حصل نصيف على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة شيكاغو. بيمتلك 9.9 من أسهم شركة صناعات تكساس الأمريكية، و6% من شركة أديداس الأمريكية. اشترى فيلا في أواخر 2023 ب24 مليون دولار في أرقى مكان بالولايات المتحدة. في أواخر 2023 نقل مقر مكتب إدارة أعمال عيلته من القاهرة لأبو ظبي. ثروته سنة 2007 كانت 3 مليار و900 مليون دولار، وفي 2015 وصلت ثروته ل5 مليار و800 مليون. أما السنة دي وصلت ثروته ل9 مليار دولار أمريكي، عشان كده هو رابع أغنى رجل في أفريقيا. أما ثالث أغنى رجال أفريقيا فهو الجنوب أفريقي نيكي أوبنهايمر، عنده 78 سنة. هو رجل أعمال ملياردير من جنوب أفريقيا، كان رئيس لشركة ديبريز للتعدين والتنقيب عن الألماس، ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة أنجلو أمريكا. هو ثالث أغنى رجل في أفريقيا، وحاصل على الجنسية الإنجليزية، عشان كده هو في الترتيب ال23 كأغنى رجل في المملكة المتحدة. تقدر ثروته ب9 مليار و700 مليون دولار أمريكي. يوهان روبرت. الملياردير يوهان روبرت من مواليد 1 يونيو 1950 بجنوب أفريقيا، وهو الابن الأكبر لرجل الأعمال أنتون روبرت وزوجته السويسرية. هو رئيس مجلس إدارة شركة ريتشمونت للسلع الفاخرة ومقرها سويسرا، وشركة ريمجرو مقرها جنوب أفريقيا. تم تصنيف يوهان كتاني أغنى رجل أعمال في أفريقيا. يوهان عنده 73 سنة، وبتقدر ثروته ب11 مليار دولار. أما بقى الأغنى على الإطلاق في أفريقيا فهو النيجيري إليكو دانجوت، من مواليد 10 إبريل 1957 في كانوب نيجيريا.
هو رجل أعمال وملياردير نيجيري وأغنى شخص في نيجيريا وأفريقيا. بيمتلك إليكو دانجوتي شركة دانجوتي للأسمنت، وكمان رئيس مجموعة دانجوتي اللي بتشتغل في مناطق كتيرة وكبيرة في أفريقيا. أهم أنشطة مجموعة دانجوتي في مجال السكر والأسمنت والطحين. بدأ مؤخرا إنه ينوع في استثماراته وبيدخل في أنشطة جديدة زي العقارات والاتصالات والصلب والنفط والغاز. بفضل التنوع ده وصلت القيمة الصافية لثروته ل 13 مليار و900 مليون دولار، عشان يكون أغنى رجل في نيجيريا وفي أفريقيا كلها.